إنه مرآة أي بلد ومرآة أي دولة ومرآة أي وطن شنو؟ ها؟ البلدية والجيش. أحسنتم. وقلنا إنه ما يصير تعطي راتب للموظف في وزارة النفط 3 ملايين وتعطي راتب الموظف بالبلدية 300,000. هذا يدل على أنه الحكومة والدولة والسلطة بالعراق مدى تتعاطى ويا المواضيع بمسؤولية. صح ولا لا؟ وهذا أيضا ينعكس بالجيش العراقي. يعني أنا من أدخل أرجوك إلى موقع التواصل وأشوف لي عقيد ضابط رتبة عالية في هذا الملف الأمني قاعد يصور لي بالموبايل وينشر على الفيسبوك، أرجوك أنت عملك إعلامي لو أنت ضابط، أنت تعرف شنو ضابط؟ هسه أنا ما أريد أخوض في هذا المسلك وأتكلم عن اللي حصل والدمج وذهاب الكثير من هيبة الرتب العسكرية جراء هذا الشيء. أنا ما أريد أخوض في هذا المجال لأنه مو تخصصنا، لكنه ناخذ عبرة منا، فإن لكل شيء عبرة لو صح التعبير. أنت أرجوك إعلامي، أنت مو أكو جنود في عهدتك، شلون أنت تصور وتعطي إحداثيات موقعك عجيب. وين عقليتك العسكرية؟ أنت بيا مدرسة درست؟ هذا تصرف مسؤول لو لا مسؤول؟ وين الشباب؟ مسؤول لو لا مسؤول؟ أحسنتم. شبابنا اليوم، هذا الشباب العاطل، لا عمل، لا مؤسسة تحتضنه، لا برامج، لا مشاريع. أرجوك، ومن تجي تشوفه قاعد على النرجيلة يشرب نرجيلة تجي فقط تنتقده. أخي ما كل يوم ترى إنسان أرجوك تغير الكلمة الوعظية إذا ماكو مشروع وبرنامج يغيره. يا جماعة أكو حقيقة يعني لازم واحد يلتفت لها. أسولف؟ أحكي لو ما أحكي؟ هذا المنبر شنو قلنا؟ منبر من؟ جماهير. منبر من؟ أسولف؟ أخي من سنة 2005 المنابر تعظ إلى اليوم. يعني احنا شنو؟ الشارع ما عنده عقل؟ الشارع ما يتابع؟ من شاف الكثير من الأمور مدى تتغير نتيجة الوعظ. أرجوك بعد يمشي بالوعظ. احكي الصدق لا تخاف، يمشي بالوعظ. تفضل اليوم كم منبر يتكلم، دا يتغير شيء؟ الأمور فاقت المشاكل، دا تفوق كل شيء. هذا اللي قلت لك عليه في محاضرة ليلة أمس، عدم الشعور بالمسؤولية وعدم التعامل بمسؤولية والتعاطي بمسؤولية شنو؟ ينتج خراب، ينتج دمار اللي دا نعيشه اليوم أنا وياك. احنا في وسط الخراب، في قمة الدمار. صح ولا لا؟ ولذلك اليوم فكرة تستطيع أن تقلب الطاولة، فكرة. أما الموعظة الذكرية لا تؤثر ذلك التأثير بالشباب. أوجد حاضنة، أوجد مشروع يحتضن هذا الشاب ويقدم له. هذا يسموه تعاطي بمسؤولية. أرجوك بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا في محاضرة ليلة أمس تذكرنا، أو عفوا ذكرنا. الليلة أرجوك الموضوع أيضا ما يقل أهمية عن موضوع ليلة أمس، وده يترابط بحث ببحث، وما بقى لنا بس ليلتين، وأحاول أوصل لك فكرة بهالليلتين الباقيات، فخلي بالك يمي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يعني ماكو واحد أرجوك ابن الله. شوية خلي بالك يمي، ماكو واحد ابن الله. الله لا يمتلك من قبل أحد. شوف القرآن ايش قد دقيق، شوف ربك من يتكلم ايش قد دقيق. يا أيها الناس،
خطاب عام لو خاص؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا واحد. هذه الفكرة إذا تعممت وتبناها شبابنا الواعي، أنه الله لا يمتلك لفئة، ما حد يجي يقول الله إلي والباقين ما عندهم الله، لا حد لا يجي يقول أنا أنتمي إلى الله وهذا ما ينتمي إلى الله. اليوم إحنا اللي كسر ظهرنا شنو؟ الوحدة لو التفرقة؟ هذا الخطاب اللي يولد التفرقة، وهو اختزال الله، أخذ الله جل وعلا. هذه ظاهرة أرجو أنه البعض يلتفت لها ويخلي لها حد من خلال تربية مركزة وواعية من الآباء وكل شريف وغيور على الأجيال القادمة. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. البارحة يرسل لي شاب منا من حي الغدير رسالة يسألني، فقلت له ليش ما تحضر للمجلس؟ قال لي أنا مقاطع المجالس. قلت له ليش مقاطع المجالس؟ قال المجالس ماخذيها بس إلكم، بس المتدينين. خب أنا ما أريد ألتزم، بس أنا أريد أسمع. قلت له الحسين مصباح الهدى ابني وسفينة النجاة. مجالس الحسين مو فقط للمؤمنين، حتى العاصين خلي يجون. تمام لو لا؟ أجمع علماء الأمة والملة على أن الحسين أوسع أبواب الله جل وعلا، بدليل قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كلنا سفن النجاة لكن سفينة جدنا الحسين. ممكن تفسر لي شنو أوسع؟ أوسع يعني حتى العاصي هلا بي يم الحسين، بلكي يصير الحسين سبب في هدايته. صح ده أحكي له أنا غلطان؟ شعليك أنت بالشاب شي يلبس ما يلبس؟ شعليك أنت بالشاب شي يسوي تسريحة ما يسوي؟ شعليك أنت بالشاب يصلي لو ما يصلي؟ يا أخي خل نشتغل، خلي الحوزة تعمل. سبب تواصل الحوزة مع المجتمع شنو؟ مساجد، منبر الحسين، صلاة الجمعة والجماعة. صح ولا لا؟ انت ليش دا تقطع الطريق علي ما دا تخليني اشتغل؟ انت شعليك تخزر هذا وذاك؟ شعليك تتدخل بهذا ما صلى وذاك ما صام؟ هذه علاقته مع الله جل وعلا. يهنيال اللي منه اللي يهدي له إنسان واحد ويقنع أن الصلاة كونكت، صلة كما يقول الشباب، مو بلغتهم كونكت يسموها، بينه وبين الله. صح لو أنا غلطان؟ شبابنا سلام عليكم، سلام عليكم. سلمونا على اللي ما شفناه من الشباب، اللي ما حضر. قل له يوميا شقد تقعد ويا الموبايل؟ شقد عندك صلة بالموبايل؟ تروح شغلك الموبايل وياك، تقعد ببيتك الموبايل وياك، تقعد ويا أبوك الموبايل وياك، تقعد ويا أمك الموبايل وياك، تقعد ويا زوجتك الموبايل وياك، تقعد ويا مجتمعك الموبايل وياك، وين ما تروح الموبايل وياك. صح لو أنا غلطان؟ بشرفك هو يا هو اللي المفروض يصير وياك الموبايل لو الله. سلام عليكم. كيف تعطي دورا للمخلوق المفروض أن يعطى للخالق؟ مو بالإسلام الله يحيطنا إحاطة السوار بالمعصم، وين ما نروح المفروض الله معانا. صح لو أنا غلطان؟ ليش الشباب متصلين بالموبايل وما عندهم اتصال بالله؟ الله يطيح حظك إبليس. حشل أقوله بوجه، كلكم قولوا آمين رب العالمين. شوف إبليس إيش قد أغبر حشاكم وإيش قد أعوج. أتوا أسئلوا نفسكم بينكم وبين الله. هو لو ما يدري الصلاة وسر الصلاة وإيش قد تأثير الصلاة تشوفه ما منحها ويوسوس لك ألا تقوم تصلي، مع العلم هي 5 دقائق تمام، من تنظر لك 5 دقائق بس يعرف تأثيرها إيش قد عظيم.
ويعرف وقعها شقد كبير على الإنسان، فيعمل جهده في سبيل أن يمنعك، بينما تلزم موبايلك ولا يدنا لك إبليس، تقعد ويا جارك السولف ولا يدنا لك، تقعد ويا الآخرين تكتب ولا يدنا لك. صح لو أنا غلطان؟ من هاي تعرف أن الصلة مع الله مهمة وضرورية. هاي واحد. إذن الله سبحانه وتعالى لا يختزل لفئة دون أخرى. الله رب المؤمنين ورب العاصين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من الله. بعدين إيش قال؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل. أرجوك اليوم في خضم هذه المشاكل اللي تتطور في وسطنا وفي مجتمعنا، كان أكو دور لشيوخ العشائر الله يحفظهم آبائنا، وحقيقة إلهم خالص التحية وخالص الاحترام بهذا الضبط الاجتماعي اللي سووه. وخلي بالك هذه الفئة وهذه الشريحة المهمة من المجتمع اللي إلها تاريخها. تعرف شنو تاريخها؟ إلها تاريخ وإلها باع وإلها موقع. هذا الميجر البريطاني من قعد أمام شيخ العشيرة وحط رجل على رجل، اقرأ تاريخك أيها الشاب. منو اللي قام له؟ قام للشيخ شيخ العشيرة، ضرب راجدي فرفتشه، قال له انتفض حشل أقول بوجه خنزير، ابن الخنزير قاعد قبال عراقي انت. صح لو أنا غلطان؟ وصارت شرارة ثورة العشرين منين؟ من الرارنجية. تمام؟ هاي الشريحة، هذه الفئة اللي قدمت الكثير، اليوم أكو محاولة لتصديرها، محاولة لعزلها عن دورها الاجتماعي. أكو أيادي حزبية سلطوية خفية تحاول تبعد هاي الشريحة عن الحوزة العلمية، عن الفقيه، عن المرجعية الدينية في عصر الغيبة الكبرى، عن كل هذا التمثيل والمؤسسة الدينية. شنو الغاية؟ الغاية إضعاف بنية المجتمع، لأن العشيرة إذا ابتعدت عن الدين تهاوى المجتمع. صح لو أنا غلطان؟ ولذلك هم عرفوا هذه المسألة وعرفوا حساسية هذه النقطة. وهي الفئة اليوم دا تعاني من مشاكل حقيقة، وأنا أوجه لهم خالص التحية من على المنبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في قابل الأيام لكل ما فيه خير لبلدهم وأرضهم وفقهائهم ودينهم ومجتمعهم وجماهيرهم. كلكم قولوا آمين رب العالمين. هذه الفئة اليوم دا تعاني مشكلة، يعني حقيقة مشاكل كثيرة. لعله البعض يستغرب انه ليه السيد دا يتكلم عن هذا الموضوع. نعم، لان دا الاحظ ما حد خطية دا يذكرهم ولا دا يذكر معاناتهم. يعني سولف لي احد الاخوة ذاك اليوم يقول لي شيخ عام صارت مشكلة مع بعض افراد عشيرته في محافظة من المحافظات، اتجهوا ذول الافراد واعتدوا على بيته واعتدوا على حرمته وهو ما يدري. شنو الموضوع؟ تجاوزات جمة ده تصير عليهم. لعب بالك اكو فكرة الآن سارية بين الشباب انه هاي الفئة اللي هي الشيوخ، لا هذه فئة ما تشعر بالمسؤولية، ما تقدم شيء. لا، غلط حبيبي ابني، غلط هذا التفكير، غلط هذا الكلام. لا كل كلمة انت تاخذ به. الله يدري لو ما يدري. عجيب، شو حكايتك ضعيف. الله يدري لو ما يدري. الله سبحانه وتعالى ايش حط بعصر الغيبة؟ خلى حوزة علمية، خلى مرجعية دينية، خلى فقيه جامع للشرائط، خلى مؤسسة ترعى الموضوع إلى ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه. صح لو أنا غلطان؟ منو منكم اليوم ما يرجع لمرجعية؟ منو؟ خلي يرفع ايده يقول أنا. كلها ترجع للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، كل حسب اطمئنانه. هذا موضوع ما نتدخل به، خصوصية هاي شخصية، لكن اكو مؤسسة ترى. هاي المؤسسة شفتها انطت بشيخ العشيرة؟ ها؟ لا احكي وياي الصدق، اذا انا غلطان رد علي الحكاية. انطت لو ما انطت؟
ها؟ لعد ليش انت تتصرف من يمك؟ هذه الشريحة وهذه الفئة يجب استغلالها بالصورة الصحيحة. يعني اليوم من أجل حي الغدير قبل شوية اجيت فقلت له للحجي طبينا خنطب على شارع السوق، طبينا أنا وياه متعمد أرد أشوف حشاكم الزبايل هاي القاذورات. شنو هاي الله يعينكم؟ شنو هاي الريحة؟ شنو هالقذارة هاي بالشوارع؟ تقدر اليوم الجماهير إذا احتضنت شيوخها من خلال الشيوخ هذه الفئة اللي إلى قرارها وإلى كلمتها يقدرون يوجهون فرد كلمة قوية إلى السلطة الموجودة. شنو هاي؟ أنا وين قاعد؟ أنا قاعد بكربلاء. تعرف شنو كربلاء؟ كربلاء التي يقصدها الشارد والوارد. يقدر لو ما يقدر؟ ها؟ لكن خلي البعض، خلينا زرافات ووحدان متفرقين كل من يصيح من صفحة، اكو واحد يسمع. ولذلك الله قال جعلناكم شعوبا لشنو؟ ها؟ مدى اسمع؟ فدوى لوجهك. ليه؟ تعارفوا مو لتقاطعوا، لتعارفوا يا حبيبي. اعمل وفق منظومة، اعمل وفق نظام. احنا اليوم مستهدفين. انت تدري وين وصل الفقر مرحلة؟ عندك علم اول البارحة عائلة تعرض بتها للبيع، تدري لو ما تدري؟ تعرض بتها قبال 300,000 دينار يريد يبيعوها صغيرة. ليش؟ تقول له للأم، يقول له ليش تريد تبيعها؟ يقول له حتى أعيش البقية من الأسرة. الأب راح شهيد بواحد من الانفجارات. يا جماعة ترى الوضع ده يتفاقم. يعني انتوا لا حسبالكم من توصل الحالة بأم تبيع ظناها، تبيع بزرها، تبيع ابنها، معناها احنا ليا مرحلة واصلين. أرجوك تمام لو لا؟ أمام استهتار سلطوي فائق جدا. يعني السلطة مستهترة كلش اتجاهي واتجاهك حقيقة. انت تعرف طبعي، واللي متابعني يعرف أنا ما أتدخل بسياسة ولا أجيب طاري سياسة على المنبر. وأعتقد أن المنبر الحسيني شقد ما تجنب سياسة ينجح، لكنه أكو كلمة حق لإبراء الذمة يجب أن تقال. السلطة مستهترة جدا تجاهي وتجاهك اليوم، تجاه الجماهير، تجاه الشارع. ماكو تعاطي مع الموضوع. يعني من توصل المرحلة أرجوك، من توصل المرحلة إنه منبر الحضرة، منبر المرجعية، منبر الجمعة من المرجعية، من يوصل يقول لقد بح صوتنا، اللي هي المرجعية الدينية العليا بالبلاد، صح لو لا؟ من يقول لقد بح صوتنا ولا أحد يستجيب للكلام، معناها وين واصل الاستهتار مرحلة. معناها هذا المقابل لدى يعترف بفقيه، لدى يعترف بعشيرة، لدى يعترف بجماهير، لدى يعترف بكيان، لدى يعترف بأحد. تمام لو لا؟ كل أبنائنا وكل شرائح المجتمع وفئاته مظلومة. المتقاعد اللي قدم للبلد مظلوم، كبير السن مظلوم، المرأة مظلومة، الشاب مظلوم عاطل ما عنده عمل. كل فئات المجتمع تلقاها واقع عليها الظلامة. وقلت لك وصلت الحال إنه شنو؟ العوائل بدأت تبيع أبنائها. ذاك اليوم شاب، صدقني ده أقرب وحدة من المدن، شاب رجله مكسورة، قلت له الله يشافيك عيني شنو هيمة؟ قال إيه والله سيدنا هذه انكسرت، السيارة ضربتني. قلت له ليش؟ قال سيد ما عندي مصرف، ذبيت نفسي قدام السيارة على مود أحصل لي فصل. تعرف شنو هذا معناه؟ هذه كارثة احنا واصلين. خاف البعض يعني يعتبر انه الموضوع لا المشاكل دا تتفاقم يوم بعد يوم، واكو من دا يضرب على الوتر. لاحظ انت كل مشروع اصلاحي تتبناه المؤسسة الدينية،
كل مشروع تتبناه الحوزة العلمية وتقدم كمؤسسة ترعى الجماهير، تلاحظ اكو ايادي خفية تدفع باتجاه عدم ثقة الجماهير بهذه المؤسسة في عصر الغيبة. تدري لو ما تدري؟ تعرف هذا الشيء لو ما تعرفه؟ من تسأل اليوم